على الكرة بالخطأ، محاولة لصالح الفتح والتسديدة، هدف ثاني، هدف ثاني للفتح. أيضا دوريس سالامو يسجل نفسه سادس لاعب في دوري زين السعودي للمحترفين يسجل ثنائية، سادس لاعب مع الأسبوع الثاني يسجل ثنائية في مباراة واحدة. دوريس سالامو الكونغولي استلم كرة خطيرة مع الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الثاني وسجل في مرمى الفتح، في مرمى الهلال للفتح، هدف ثاني من كرة قطعها أيضا اللاعب عدنان فلاتة اللي كان متحمس كثير مع الهجوم في اللقطة الماضية، وهدف أيضا ثاني لصالح الفتح، هدف ثاني للفتح في نفس الدقيقة. يعني دوريس سالامو في الدقيقة 41 من زمن شوط المباراة الأول سجل بالراس، في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الثاني